مصر بالاحمر وكوت ديفوار باللون الاورنج او البرتقالي. هتقول لي ايه المشكله؟ هقول لك ان المشكله ان حصل عركه قبل الماتش على الموضوع ده. احنا في دور المجموعات لعبنا ضد ليبيا والمغرب، كسبنا ليبيا وتعادلنا مع المغرب، والفرقتين بيلبسوا اخضر. راحت كوت ديفوار لبست الاحتياطي الاخضر بتاعها ضدنا فكسبناهم برضه. دور الثمانيه لعبنا ضد الكونغو بالاصفر عادي بس كسبناهم 4. ضد السنغال بالاخضر كسبناهم برضه. فتحس ان كوت ديفوار كانت مقلقه كده وخايفه تلعب بالاخضر احسن تخسر، واحنا كل الماتشات بنلعب بالاحمر والدنيا ماشيه تمام. فحصل بقى عركه ما بين المنتخب الايفواري ومنتخبنا. كوت ديفوار رفضت تلبس الاخضر وصممت تلبس اللون البرتقاني. طب يا مصر البسي انت ابيض، واحنا صممنا ان احنا هنلعب زي ما احنا بالاحمر. وكابتن حسن شحاته قال ان هو اللي رفض يغير الابيض لانه كان متفائل باللون الاحمر وما رضاش يغيره. المباراة النهائية احنا هنلعب باللون الابيض وانت صممت ان انا لازم العب باللون الاحمر. لعبنا باللون الاحمر 5 ماتشات كسبناهم، ما عنديش استعداد العب باللون تاني غير اللون الاحمر. لازم اتفائل. اغير ليه؟ لو بتشتغل في الشغلانه المنيله دي بتتفائل وتتشائم. وحصل موقف زي ده في 2010 ضد الجزائر. احنا خسرنا من امريكا في كاس القارات بشورت اسود، وبعدين خسرنا الماتش الفاصل من الجزائر نفسها بالشورت الاسود برضه. فتشائمنا منه وصممنا نلعب ضد الجزائر بالشورت الابيض. ووقتها كانت لاول مره فرقتين يلعبوا ضد بعض بنفس لون الشورت.